السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى جاي لكم في فيديو جديد يعتبر أهم فيديو، الفيديو النهاية بعد ما كل حاجة اتغيرت. الحمد لله يا جماعة، النهاردة وأخيرا بعد تعب كبير ومجهود كبير في الشقة، أخيرا بقى النهاردة الجولة في الشقة بعد ما خلصت والحمد لله. طبعا أول حاجة عملناها في الشقة اتغيرت تماما تماما تماما. عايزكم كده في أول الفيديو اكتبوا لنا بقى كومنتات كتير وحطوا برضو لايكات كتير وادعمونا بقى النهارده كده وشجعونا علشان تعرفونا ان تعبنا انا ومحمد في الفترة اللي فاتت ما راحش على الفاضي. طبعا أول حاجة يا محمد عملناها في الشقة اللي هو سيراميك، دهانات، كهرباء، سباكه، كل حاجه هو اتغيرت. مفيش حاجة أساسا ما اتعملتش، فالحمد لله كل حاجة اتغيرت يا جماعة. يعني كل حاجة اتغيرت والحمد لله ده الشكل النهائي بعد ما كل حاجة خلصت، من أول الإزاز لغاية الكهرباء لغاية السباكة، كل حاجة حرفيا اتغيرت. والحمد لله يعني إن ربنا وفقنا بعد كل التعب ده، والمنظر النهائي طلع حلو فاحنا راضيين بيه. الحمد لله. طبعا يا جماعه عملنا الدهانات اللون البيج الفاتح زي ما انت قلت لنا، عملنا البيبان والشبابيك اللون البني اللي هو العسل الفاتح، ما رضيناش نعمل البني المحروق علشان هيغمق الدنيا معانا، علشان احنا مختارين اللون البيج قلنا نعمل اللون البني الفاتح. وطبعا مفاتيح الكهرباء اخترناها باللون البني برضه علشان تمشي مع البيبان والشبابيك، فدي حاجه كويسه. الشقه طبعا برضه فيها الغاز الطبيعي، وطبعا المواسير بتاع الغاز كلها اتدهنت من اول وجديد، وطبعا اتدهنت بالدهانات المتخصصه للمواسير بتاعه الغاز يعني عامه. وهنا طبعا السقف كله اتعمل بماده الفلاور اللي هي البني في البيج، اللي هي طبعا تكون ماشيه مع الديكور اللي موجود في الشقه اللي هي البيبان والشبابيك عامه يعني. هي كانت اصلا خفيفه وماشيه مع الصاله، فمفيش حاجه اتعملت بالماده دي غير الصاله بس. لكن موضوع البيبان زي ما انتوا شفتوا اتغير، احنا غيرنا اصلا البيبان، فمفيش حاجه فضلت غير الصاله. فهي كانت خفيفه وشكلها يعني لطيف، ماشي حالها يعني مش وحش. هنا طبعا على طول الاوضه اللي على الشارع دي طبعا هتكون غرفه الضيوف يعني عامه، لان دي اللي بتطل من باب الشقه، اي حد يخش من باب الشقه دي اقرب اوضه هتكون مثلا انتريه صالون اللي هي مثلا عامه هتكون غرفه الضيوف. لان طبعا هي على شارع اصلا وفيها هيصه يعني طول الليل وطول النهار فيها هيصه، فصعب اصلا ان تبقى اوضه نوم يعني، لان هي على ايوه. الشارع على طول مباشره. فمحمد كان بيفتح بقى الشبابيك علشان بيهوي الشقه، لان احنا ما جاناش امبارح فالشقه تحسها مكتومه كده من ريحه الدهان يعني عامه، فكان محمد بيهوي الشبابيك وبيوريكم برضو الازاز بعد ما ركب، وكل حاجه بقت 100 100. ودي كمان درجة اللون يا جماعة، بعد ما نشفت الدرجة فتحت، يعني كل ما بتنشف زي ما احنا قلنا الدرجة بتفتح. وده طبعا السقف زي ما هو كله أبيض سادة، وطبعا جدران لون البيج الفاتح، والدرجة فتحت خالص. يعني كل ما بتنشف زي ما انتم شايفين كده فتحت خالص، يعني تقريبا قلب على أبيض أصلا. ولسه كمان الاماكن اللي كانت واخده معجون وش واتنين لسه لحد الان ما نشفتش، فلسه هتنشف يا جماعه، والدهانات هتنشف اكتر من كده وهتفتح اكتر كمان. فبص بصراحه ما شاء الله الصاله كبيره جدا، الصاله تيجي طولها 5 متر او 4 متر ونص في حركه 4 متر، فما شاء الله الصاله دي كبيره جدا. طبعا هنا على طول اوضه النوم بتاع ماما سحوره بقى بتاعت زمان يا جماعه، اللي انا مولود فيها انا ومحمد اخويا وسماح، الاوضه دي. طبعا الشباك ده طبعا الخشب كله ده بتاع زمان، عايز اقول لكم ذرة الخشب دي والله يا جماعه تقيله جدا، انا ومحمد واحنا بنركبها ما كناش قادرين نشتغلها. احنا لو جينا نغير أصلا الشبابيك دي مش هنعرف نعوضها أساسا يعني. اه. فاحنا لو خلعناهم وجبنا جديد اللي هيكون فايز اللي ياخد دول اللي هيشتروهم مننا يعني عامه. وبعدين اديكوا شفتوا كل حاجة بعد ما اتغيرت وكل حاجة بعد ما اتجددت بقى شكلها عامل ازاي. يعني الشكل هو اللي هيحكم مش كلامنا، فانتوا برضو انزلوا قولوا رأيكم في التعليقات، كل حاجة بعد ما اتجددت ايه رأيكم فيها. انتوا بقى لو عندكم اي حاجه قديمه ما تملوش منها يا جماعه، انتوا تقدروا ان انتوا تجددوها وفي نفس الوقت هتطلع بشكل كويس، وفي نفس الوقت هتحسوا انه في تغيير. انتوا شفتوا كل حاجه قدامكم اهو، يعني خليكم واثقين فينا. الشقه دي كانت اي حد يخشها كان يفقد الامل فيها، انا نفسي كنت فاقد الامل، محمد، كلنا والله يا جماعه حرفيا كنا فاقدين الامل ان تطلع بالشكل ده. لكن احنا اتشجعنا وطلعت في الاخر بشكل كويس. فالحمد لله. هنا كنت انا بوريكم شكل الصاله من طلعت اوضه ماما سحوره، علشان على طول هنخش بقى على الجزء الوراني. طبعا هنا على ايد الشمال الباب البني ده باب حمام اللي هو الحمام العادي، ما عملناش في اي حاجه غير ان احنا بس نظفناه بس. هنا مفتاح الكهرباء كنت انا بوريه لكم اللي هو باللون البني، عملنا المفاتيح الكهرباء كلها بتاسيسها من اول وجديد، علشان طبعا اساس الكهرباء لازم يتغير من اول وجديد. هنا على طول الطرقه، هنا على طول شكل الطرقه كنت انا بوريها لكم بقى ايه من بعيد. الحاجات اللي ما نشفتش دي كل دي حاجات اللي هي معجنه لسه ما نشفتش، فاحنا كنا مستعجلين في الوقت، فاحنا لسه مخلصين نقاشه يعني عامه. هنا ده باب حمام، الحمام اللي هو العادي خالص. في طبعا حمام تاني هتشوفوه دلوقتي اللي احنا عملناه من اول وجديد يعني عامه يا محمد. اللي هو يبقى الحمام الاساسي اصلا بتاع الشقه عموما، لكن ده هيبقى احتياطي، ممكن يتحط فيه غساله، يتحط فيه اي حاجه. اه. يعني هو مثلا حمام للهرس. جانبي، ما رضناش ان احنا للهرس. نلغيه، فاحنا سيبناه هو حمام احتياطي وخلاص. ايوه. هنا على طول مواسير الغاز ماشيه من اول باب الشقه لحد جوه خالص، لان المطبخ تقريبا في اخر حاجه في الشقه يا جماعه زي ما انتم شايفين. هنا شكل الباب كنت انا بوريه لكم، بصوا يعني حمام صغير معقول حلو.
فهيمشي الدنيا برضو لو هيتحط في. فيه غسالة، يتحط اه. فيه اي حاجة، يعني هم ان هو مثلا هيبقى ليه منفعة برضه. هنا شكل الديكور اللي في السقف، طبعا هنا طبعا في حاجات اساس فعمدان وحاجات من ده، لان طبعا البيت الاساس بتاعه كويس، ما هوش بيت قديم قوي يعني، فالبيت اساسه كويس وحاجه حلوه، فالحاجات دي ما تنفعش انها تتشال. هنا طبعا عملنا برضو الجزء اللي جوه كله دهانات من اول وجديد. هنا طبعا حوض الوش، بص حوض الوش بقى اللهم بارك يا جماعه بقى، والخلاطات والميه بقى قعدت شغاله. عايز اقول لكم الميه بتطلع لوحدها كده في الشقه من غير موتور ومن غير اي حاجه، بتطلع كده لوحدها اللهم بارك يعني. محمد كان هنا بيجرب الشقه وبيجرب بقى المفاتيح وبيجرب بقى الخلاطات. طبعا البلاط ده كله سقناه من اول وجديد جبس، وبقى 100 100 اكنه زيرو بالظبط زي ما انتم شايفين. هنا بقى الجزء اللي ورا كله طبعا ده باب مسقط. هنا على طول المقابل بتاعه على ايد اليمين باب الحمام الجديد. باب المسقط بقى يا جماعه الازاز كله اتنضف، اللون بتاع البيبان بقى جميل، ركبنا ترابيس، ركبنا عتب رخام علشان طبعا ما فيش اي حاجه وحشه تخش الشقه. يعني كل حاجة يا جماعة اتغيرت، حتى الرخام كمان ركبنا رخام احتياطي، عملنا السباكة، كل حاجة احتياطي سواء ليها لازمة ولا ملهاش لازمة احنا عملناها والله، على قد ما قدرنا ان احنا نغير فغيرنا. الحمد لله وكل طبعا. حاجة بعد ما اتنضفت زي ما انتم شايفين كده، يعني كل حاجة بعد ما اتنضفت واتجددت، يعني الحاجة اللي احنا نضفناها ومش جددناها شوفوا شكلها بقى عامل ازاي، بقت جديدة اصلا يعني. هنا بقى جزء السيراميك ده عايز اقول لكم اتغير كله تماما من اوله لاخره، لان طبعا كان في اول الشقه لما احنا خدناها من الراجل كان الجزء اللي ورا ده كله كان السيراميك بتاعه ساقط في الارضيه، فاضطرينا ان احنا نعمل سيراميك من اول وجديد، فطلع برده بالشكل ده وطلع برده حاجه كويسه في الاخر. هنا على طول على ايد اليمين ده باب الحمام، وده مفتاح الكهرباء بتاعه. نخش بقى على باب الحمام اللي كلفنا كتير قوي يا عم محمد، كسباكه كديكور ككل حاجه. كل حاجة في الحمام ده اصلا يعتبر اتغيرت برضه. ايوه. هنا على طول الحمام، الباب اللي على الشمال اللي هناك ده في الحمام ده باب مسقط يعني عامه، اتركب عليه ازاز جديد اللي هو الازاز العسلي علشان طبعا ما يبقاش جارح لاي حد او كده، لان ده باب مسقط فلازم ان هو ايه يكون بلون غامق يعني عامه. ركبنا هنا بقى ايه قاعده جديده، الحمام البلاط بتاعه جديد، ركبنا عليه عتب رخام، البيبان بتاعته اتدهنت، كل حاجه بقت جميله. انت لو كنت شفت الناس اللي شافت الفيديو الاولاني خالص اللي هو اول ما شفنا الشقه، كانت بصراحه كل حاجه كانت بصراحه ما كانش حد يتوقع ان الشقه تطلع بالشكل ده. هم اكتر ناس هيعرفوا الفرق بين اه دلوقتي وقبل كده. باذن الله. وطبعا فيديو بكره هيبقى حاجه كويسه جدا باذن الله، فاستنوه بكره باذن الله. هنا شكل الحمام، اتركب بقى دش، اتركب الخلاطات، اتركب حنفيه جديده، اتركب شطاف جديد. عايز اقول لكم الحنفيات اللي متركبه للقعده اللي هي يعني عامه بتدخل ميه للقعده، ده اصلا الراجل اللي كان قاعد في الشقه كان قافلهم باسمنت، فكل ده اتعمل من اول وجديد واتفحر واتعدل في السباكه وكل حاجه بقت تمام. طبعا لازم يتركب دش جديد، احنا مركبين 2 دش، واحد في الحمام ده واحد في الحمام التاني. وهنا شكل السيراميك بقى بعد ما اتسقى كده بالاسمنت الابيض علشان طبعا يبقى شكله كويس واتنضف بقى وبقى 100 100، فخساره ان هو كان يتشال. حتى الحنفيات، الشطاف، الحنفيات حتى بتاعت القعده، كل حاجه اتغيرت من اول وجديد، يعني كل حاجه اتغيرت لان كل حاجه كانت مقفوله وكانت مكتومه وكانت بايظه. فطبعا السباكه وحاجه الكهرباء اتغيروا من الاساس بتاعهم، لان الحاجتين دول بالذات مفيش فيهم هزار، فاحنا غيرناهم اساسا من اول وجديد. ركبنا بقى دش جديد، وركبنا الخلاطات اللي كانت عايزه تتجدد جددناها. كل حاجه كانت محتاجه ان هي تتغير، فاحنا غيرناها وعملناها وعملنا اللي علينا والله يا جماعه، يعني ما قصرناش في حاجه. والحاجه اللي كانت عايزه تتنضف برضو زي السيراميك زي اي حاجه عايزه تتنضف برضو جبنا لها منظفات ونضفناها، بس ده بعيد عن التصوير. وكمان الصرف بتاع الحمام اتغير. ونخش بقى هنا على طول على ايدنا اليمين المطبخ اللي هو اخر حاجه في الشقه غير الصاله الجوانيه دي طبعا جزء صاله. هنا كده الاوضه دي ده اوضه نوم جوه خالص مقابل المطبخ يعني عامه. ودي صالة تانية تبقى بين المطبخ وبين الأوضة، فهي صالة برضو كويسة، يعني ممكن مثلا حد يحط فيها ترابيزة ياكل تبقى عليها. للمعيشه اه يعني هي تبقى برضو لها منفعة كبيرة جدا يعني. هنخش بقى على طول، هرجع لكم دلوقتي واوريكم بقى دلوقتي التصميم بالظبط علشان تكونوا انتوا عارفين كل حاجه بالتفاصيل. عايز اقول لكم كل ده احنا نضفناه، الحاجه دي كانت متبهدله، فانا قلت مش هصور الجوله غير لما كل العمال اللي شغالين في الشقه يمشوا، نخش انا ومحمد بقى ننضفها علشان تكون الشقه باينه لكم في اجمل وجه. هنا على طول الحمام. هنخش بقى هنا على طول على المطبخ بقى اللي اتغير يا جماعه تماما تماما تماما. طبعا المطبخ عليه باب وتركب له ازاز جديد، فدي برضو حاجه كويسه. هنا بقى الحوض، السيراميك بتاع المطبخ، ركبنا برضو رخام عتب على المطبخ علشان ما فيش اي ميه تطلع بره من المطبخ او الحمام، فيبقى ايه حاجه كويسه يعني عامه. هنا شكل السيراميك بتاع المطبخ. عايز اقول لكم السيراميك كله انا مسكته سقيته بالاسمنت الابيض علشان يبان عليه النظافه اكتر، بعد ما تنضف مره واثنين وثلاثه بقى حاجه تانية. بص بقى شكل السيراميك بقى 100 100. والصرف بقى البلاعات كلها اتغيرت بصرف الحوض، بالحوض برضو اتنضف وبقى 100 100، بالخلاطات اشتغلت. بص بقى شكل السيراميك اللهم بارك، كان حد يتوقع ان يبقى بالجمال ده؟
لا ما ابدا. كانش حد يتوقع. الناس كانت بتقول لك كسروا السيراميك ده اساسا. بس يا جماعه السيراميك جديد ما كانش يستاهل ان احنا نكسره. يعني هو حتى بعد ما اتنضف نص تنظيفه، دي مش تنظيفه كامله كمان، بقى شكله جديد وبقى شكله حلو على الاقل مقبول. اه فالحاجه اللي انت تبقى مثلا في ايدك ان انت تغيرها للاحسن من غير مثلا ما تكسر وتخرب، فاكيد هتعمل كده. ولو احنا كنا كسرنا كان هيطلع لك ناس تقول لك انتوا مش عارف اللي معاه فلوس بيطيرها وكلام كده اللي معاه امثله. فلوس اه بتحيره بيجيب حمام ولا بيطيره. كده بيبقى عاجب ولا كده بيبقى عاجب. بس احنا يا جماعه بنمشي على قد مقدرتنا احنا. معلش انت ممكن تحكم عليا بشخصيتك او بمعيشتك انت، وده ممكن يحكم عليا بمعيشته او بطريقته هو. بس يا جماعه انا اللي عارف ظروفي، انا عارف اللي انا هدف اللي انا عايز اوصل له. فكل واحد بيمشي على مقدرته، صح. فاحنا بنمشي على قد ما احنا بنقدر. عملنا اللي احنا نقدر عليه. جددنا على قد ما نقدر من الاخر كده. ده الاختصار بس والله يا جماعه. والحمد واعتقد يعني لله ايه، النتيجه مش وحشه. والحمد لله وصلنا يا محمد للنتيجة اللي في دماغنا، والحمد لله. الحمد لله طبعا. ده توفيق من عند ربنا، والحمد لله اللي احنا قدرنا نعمله. يعني طلع حاجه كويسه. الحمد لله. بص هنا بقى الضغط بتاع المية شغال مية مية. كنا احنا برضو بنجرب الخلاطات، الصبانات كلها اتنضفت، الحوض اتنضف، بقت كل حاجة تمام. حتى الجزء اللي بره كله اتنضف وبقى مية مية، ما عدا حاجة واحدة. فتنزلوا بقى ايه تكتبوها لنا بقى ايه في التعليقات، انا مش هقولها، فاللي يعرفها ينزل يكتبها في الكومنتات. هنا بقى على طول الجزء على طول اول ما بطلع من المطبخ بنلاقي صالة كبيرة قوي زي ما انا وريتها لكم. هنا السقف بتاع المطبخ كله اتبيض باللون الابيض، لكن سيبنا اللي هو اللمبه دي علشان طبعا قلنا لو اتغيرت هنعوز طبعا النقاش، فخساره ان هي تتغير، فقلنا نسيبها وخلاص، لان كانت ان هنرجع نجيب نقاش ونخش في حوارات تانية. فهي برضو ايه شغاله كويسه واحنا تقريبا وجديده. عندنا يجي 4 لمبات اصلا زي دول شغالين. اه. يعني موجودين احتياطي كمان. بص شباك المطبخ بقى، الناس اللي كانت شايفه الفيديو الاولاني بقى عامل ازاي، لا عاد عليه دهون ولا عاد عليه بقى اي حاجه على الازاز ولا اي حاجه. الازاز اللي كان عايز يتنضف برضو نضفناه. وفي حاجه كمان كويسه في الشقه يا جماعه لو خدت بالكم منها، مفيش عندنا اوضه ولا في طرقه ولا في اي حاجه مفيش فيها تهويه. كل حاجه فيها تهويه. الحمامات فيها صح. تهويه وفيها مساقط. يعني الشقه كلها اصلا حرفيا لما تفتح شبابيكها وتفتح بيبانها كلها من كل اتجاهات، كلها بيبان وشبابيك، فكلها مهويه وفيها هوا. يعني كده ترد الروح اصلا. هنا حتى الجزء بتاع الصاله في الشباك ده على الصاله الجوانيه خالص، اخر صاله جوه، وكمان باب مسقط بيتفتح بيدخل الشمس، يعني باب وشباك، عايزين اكتر من كده في قلب الصاله اللي جوه. فالشقه كلها تهويتها حلوه. ايوه، فده حاجه كويسه جدا وحاجه مميزه في الشقه يعني عامه. شوفوا الشباك طول ايه، فشباك كبير جدا يعني عامه. هنا الجزء ده كنت انا بوريه لكم، اتعمل طبعا سيراميك، التشبيحه اللي في السيراميك نفس لون الدهان البيج بالظبط، نفس الدرجه بعد ما بتنشف يعني عامه. هنا على طول الجزء بقى ده نخش بقى على الاوضه اللي جوه خالص، اخر اوضه في الشقه دي عامه. يعتبر الأوضة التالتة. يعني كده دلوقتي في أوضتين موجودين في الصالة، واحدة يمين وواحدة شمال. ودي كمان الطرقة التانية اللي هي قدام الأوضة التالتة. ودي كمان بقى الأوضة التالتة اللي هي الأخيرة بقى. الناس بقى اللي كانت متابعانا بقى اول ما نزلنا شقه المحله دي يقولوا لنا الاوضه دي كانت فيها ايه في الكومنتات كده. بصوا دلوقتي ما عادش فيها اي حاجه وبقت نظيفه، اللي هي جاهزه بس للفرش، فبقت 100 100. طبعا نظفناها وسيقناها وبقت 10 على 10 يا جماعه، تستاهل مليون لايك بصراحه الاوضه دي، لان الاوضه دي كانت اكتر اوضه برده متبهدله مع المطبخ. كل واحد بقى ينزل يكتب رأيه، واحنا طبعا بنتقبل كل الآراء. فأي حد عنده رأي ينزل يكتبه في التعليقات. طبعا تعليقاتكم ده يا جماعه على دماغنا من فوق والله، سواء كومنتات كويسه او مش كويسه على دماغنا، واحنا طبعا بنحترم الاراء كلها. هنا طبعا الشباك بتاع الاوضه اللي جوه طبعا شباك برضو حلو، وهنا الباب بقى على طول. فعايزكم بقى النهارده تكتبوا لنا بقى تعليقات كتير، وما تنسوش برضو النقطه اللي انا قلتها لكم، ايه بقى الحاجه الوحيده اللي ما اتنضفتش واحنا ناسيينها في الشقه، قولها لنا في التعليقات. هنا طبعا جزء الصاله اللي انا بوريه لكم بوريكم من كل الزوايا علشان تبقى انتوا حافظين الشقه يعني عامه. وهنبدا بقى ان احنا نطلع على طول من الجزء ده لبره علشان تشوفوا برضو التصميم من جوه لبره. هنا بقى في وشنا على طول المطبخ والحمام. والطرق اللي قدام منهم اللي هيبقى مثلا فيها ترابيزه، وليكن لما الشاة تتفرش هيبقى مثلا ترابيزه ناكل عليها ايا كانت. فطبعا لها منفعه كبيره. وفي طرقه كبيره خالص لغايه ما بتطلعك على الصاله وعلى الاوضتين اللي بره. على فكره يا وبتطلعنا على جماعه وش المطبخ الشقه بسم الحمام الله، قصدي. الشقه بسم الله ما شاء الله مساحتها كبيره جدا يعني. وبهدلتنا قوي قوي كمان عشان خاطر المساحه دي. ايوه بهدلتنا في كل حاجه، فالحمد لله يا جماعه. هنا على طول على شمالنا بقى الاوضه بتاعت ماما سحوره، في وش الباب على طول الاوضه بتاعت غرفه الضيوف، وكل حاجه بقت 100 100 يا جماعه. ادعمونا بقى النهارده بقى بلايكات كتير. ويا رب يكون بعد ما كل حاجه اتغيرت وبعد ما كل حاجه اتجددت تكون عجبتكم. والحمد لله يا جماعه ان احنا في الاخر وصلنا للشقه بالشكل دي. وان شاء الله بقى نشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد، وتصبحوا على الف خير ومع السلامه.